السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كتاكيت بني؟ عاملين ايه؟ وحشني كتير 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 كتير. عملنا بقى النهاردة تورتاية جميلة زيكم كده يا حلوين، وعملنا معاها دستة جاتوه. هنعملها مع بعضينا فانيليا، وعليها شوية فراولة كده يا شوية فراولة. ان شاء الله تعجبكم. عيد ميلاد الحاج ياسين. بنقول له كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة. هنبدأ بالمقادير. بصوا بقى، انا كنت عامله حاجه وحصل معايا كام موقف هحكيه لكم واحده واحده. اللي انا بعمله الاول ده دول بيضتين. هنعمل بيهم ايه؟ اللي هو الجاتوه بتاع الصينيه. قلت انا هعمل ايه بيضتين للمقادير. اطلع ايه نص دسته في الصينيه دي وارجع اعمل نص دسته تاني، يعني اكررها مرتين. بس قلت اعملهم ايه بيضتين بعملهم كل مره بيطلعوا معايا وزي الفل. والله العظيم ما عارفه ايه اللي حصل. بصوا، مواقف لا احسد عليها. كاني لسه بتعلم اعمل يعني سبونش او اي حاجه يعني. كاني لسه بتعلم. شوف انا بقالي 20 سنه شغاله في المجال ده. والله العظيم ما توقعت ان يحصل لي كده. واحده واحده مع بعضينا بقى وانتوا هتكتشفوا اللي حصل. ركزوا بقى معايا. حطينا بيضتين، وحطينا معاهم نص كوبايه سكر، ومعلقه محسن صغيره خالص، وحطينا معاهم معلقه خل. وهتسيبيهم بقى يتضربوا يا لوزه على اعلى سرعه، وتنزلي بالميه حبه حبه. هي ربع كوبايه ميه، انا بس بملاها شويه وانا ببص على الخليط بعنايه، بس هي ربع كوبايه ميه. وتفضلي تنزلي عليها حبه حبه. ربع كوبايه لوزه، ما تزوديش عن كده. شوفي انا بقول لك وانا عايزه حد يقول لي. ورحت حط عليها ايه؟ معلقه كاكاو. انا المفروض كنت حطيت معلقه الكاكاو في الاخر، بس هي مش هتفرق برضو، يعني سواء كده او سواء كده هي مش هتفرق. احنا احيانا بنجيب الاسبونج الجاهز بيبقى فيه كل حاجه، كل حاجه، وبتضيفيه مره واحده ما بيحصلش حاجه. وهنبدا ننزل معلقه معلقه زي ما انت ما شايفه كده. قبل ما نبدا، احنا بدانا خلاص اهو، بس المفروض كنت قلت لكم عشان ايه؟ افكركم عشان انتوا اساتذه نسيان زي حالتي. تنسوش اللايك، عشان اللايك ده اللي بيرفع الفيديو. يعني اهم حاجه اللايك. اول ما تخشوا كده على طول دوسي على اللايك على طول. كده نزلنا بيهم معلقه معلقه. احنا في الوقت ده مولعين الفرن. عايزه تولعي الفرن من الصينيه التانية مفيش مشكله. عايزه تولعيها دلوقتي وتستني على ما تعملي الصينيه التانية خلاص. لكن انا ايه، اوقات بصراحة بلاقي الفرن عندي ايه نايمان كده، فبشغله من بدري. بلاقيه كويس خلاص تمام. هبصوا بقى الخليط، ركزوا بقى معايا في اللي حصل ده. والله العظيم ما لاقيه له تفسير. انا حطيت كده الخليط اهو وهبدأ افرده. بصوا بقى لما اجي افرده هيديني الارتفاع لحد فين. يعني زي الملبن وزي العسل. هعمل برضو نفس الخليط ده، بس بكرره مرة كمان. يعني هعمل نفس الخليط ده هكرره مرة كمان. كان مطلوب مني شوكولاتة ماشي. اهو بص الخليط لحد فين. الصينيه بسم الله ما شاء الله يعني مليانه لحد اخرها. حطيتها على جنب وقلت اعمل ايه بقى؟ الصينيه بتاعت الايه؟ التورته. 20 في 30. بصي بقى يا لوزه وركزي معايا. حطيت 4 بيضات وعليهم معلقه محسن جل، بس مليانه شويه عن اللي فاتت. اللي فاتت كانت صغننه عن كده بكتير. وحطيت نص كوبايه سكر. التانية ما كانتش ايه نص كوبايه كامله، لان انا قلت لكم في الاول نص كوبايه سكر. لا، هي ما كانتش نص كوبايه كامله، هي كانت نص كوبايه الا معلقتين. يعني انا كنت شايله منها معلقتين كبار. عايزه تحطي ربع كوبايه حطي، عايزه تحطي تلت كوبايه حطي على اللي هما الايه، على البيضتين. انما في ال4 بيضات دول، انا لما حطيتهم، انا اوقات بشتغل ب3 بيضات. لما بلاقي البيض صغير بحط واحده ازود يبقوا 4. والله واوقات بحط 5. لما بلاقيه بلي كده وصغير ومش نافع فبضطر ان انا احط 5. انت بقى بتبقي عارفه المقدار بتاع الحاجه اللي انت بتشتغلي بيها، يعني المقادير بتاعتك انت عارفاها. وهتحطي على ال4 بيضات معلقه المحسن ومعلقه الخل وشويه السكر اللي احنا قلنا عليه من هو نص كوبايه سكر. ويبدا يرتفع الخليط. اول ما يرتفع الخليط تنزلي بالميه حبه حبه. بص انا ما حطيتش الميه كلها اهي. مليت كوبايه الا ربع وخليتها جنبي، لكن ما حطيتهاش كلها. هي نص كوبايه بالظبط اللي انا حطيتها. قلت ربما احتاج ولا حاجه يبقى وانا واقفه. وهبدا انزل بالدقيق، كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقتين نشا، عليهم معلقه بيكنج باودر من اللي انت عارفاها الايه، اللي هي اللعبه بتاعتي دي. ونبدا ننزل بيهم معلقه معلقه، بس بتنزلي على ايه، على اقل سرعه. عشان انا ما بحطش المكونات كلها على بعضها. انا بحط السائل الاول وبعدين اهو. بص بقى الخليط ملبن ملبن ملبن. هقول لكم بقى فوازير. نيلي وشريهان الجدع فيكم يعرف يحلها، عشان قسما بالله انا ما لاقيه لها اي تفسير. بس انا لقيت لها تفسير بقى في الاخر. يعني انا لقيت تفسير
وطبعا لو قلته لكم هتقولوا يا ده انت دماغك راحت لبعيد قوي. اهو بصوا بقى هوريكم الخليط هيطلع شكله عامل ازاي. انا قلت بس اقلبه كده واظبطه عشان لو في دقيق لازق ولا حاجه يبقى ايه كله متظبط. اهو بصوا بقى الحلاوه وبصوا الجمال. بصوا الحلويات دي صينيه 20 في 30. بصي يا لوزه، تفرديه بقى كده ويبقى زي الفل وتدخليه على درجه حراره 180. هتقولي لي طب انا اظبط ال 180 ازاي؟ انا برضو ما عنديش درجات حراره في الفرن، انا عندي في الكهرباء، انما ده ما عنديش فيه. بتخلي درجه الحراره وسط، يعني تعوجي الزرار كده للنص، ما تنزليش تحت خالص وما تطلعيش فوق قوي، يعني ينزل تحت النص بحاجه بسيطه، ده يبقى الوسط. اهو بص انا ما خليت بصي يعني حلفته على المصحف ما خليتش فيه ولا فتفوته. بص بقى الخليط بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. دخلت الحج ده والحج البني هتشوفيه بقى اللي هو الايه، اللي هو البيضتين اهي قدامك اهي. دخلته طلع استغفر الله العظيم لازق وتعبان وحالته حاله. رحت عامله الصينيه اللي هناك اللي انتوا شايفينها اللي طلعت دي بالمقادير بتاعت ايه اهي. ادي الصينيه بص طلعت عامله ازاي. في بقى واحد انقح منها ده، دي كمان ايه انجاز اهي. دي بص عملت ازاي، عارفه جبت من اللي تحت الحوض يا لينا اهي دي، جبت من اللي تحت الحوض يا لينا. الاتنين دول اتدرمغوا. وكان في واحده والله قبل دي بني كمان، انا رحت شايلاها في التلاجه نسيت اوريها لكم كمان. يعني انا نسيتها خالص، حطيتها تحت خالص في الرف اللي تحتاني خالص ونسيت. بصوا عملت كم مقدار وما رضيتش تطلع معايا. انا حاطه الاتنين دول مع بعض يا جماعه. بصي دي طلعت علو ايه والتانيه طلعت علو ايه. دي ارتفعت بسم الله ما شاء الله والتانيه راحت هبط. قولوا له انت بقى يعني عرفوني. بصوا الارتفاع بسم الله ما شاء الله. ومش اول مره اعمل انا السبونش ولا الكيك، وانا لسه هتعلم. نهار ابيض ده الواحد هيتجنن. هنا بقى بعمل الكريمه. واحده بقى يا جماعه خرجت زي ما انتم ما شفتوا كده، والتانيه راحت خارجه كده. واحده ارتفعت والتانيه هبطت. يا ريتني صورتها لكم في قلب البوتاجاز والله العظيم، كنت فرجتكم بقى على على المهازل دي. بصوا بقى انا مش عايزه اقول لكم عشان والله العظيم ثلاثه لو قلت لكم يعني ممكن تقولوا ايه ده دماغها فاضيه، بس والله فعلا فعلا العين حق. العين حق. بصوا بقى، بصوا اتفرجوا على الجمال. بصوا ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاته. اقسم بالله كان في اتنين قبلهم، برضو كان في اتنين قبلهم. ما رضيتش ارميهم، طبقتهم وحطيتهم في الفريزر، عملتهم في علبه. قلت ابقى اسيبهم للعيال اعمله لهم كبات، يعني ابقى بفرمه انا في قلب الكبه بيديني ناعم كده زي الرمله وبعمله كبات. قلت خليه للعيال. قولوا لي بقى تفسير للقصه دي. والله 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 ما ليها غير تفسير واحد. حد يعني الله يسامحه مش عايزه اقول لكم يعني انا في حد ايه قال لي، وكمان سمعت بودني. يعني انا ايه انا شكيت في اللي قال لي ده والله. قلت اصل فيه دايما يقول لك ايه ما شتمك الا اللي بلغك. فدايما انا ما بحبش اسمع، لان انا ببقى قصه النقل دي يعني بتبقى صعبه شويه. ده هو يعني حد كان قاعد معايا وبيتكلم. انا هجيب البتاع بس الزقها الاول عشان كده ايه راحه جايه معايا قرفاني. هجلس انا بقى كده اهو، انتوا عارفين التجليس وشطار. بتقول لي ايه ده انا بعمل الكيك والمقادير والحاجات دي بتبوظ مني ومش عارف. قلت لها والله انا اوقات بعملها وبتبوظ وما بلاقيش اسباب. تقول لي انت بتبوظ منك، ده انت ما تعرفيش الفشل. اقسم بجلال الله تعالى انا بقالي فتره بعمل الاسبونج. يعني هقول لكم على حاجه، دايما الناس اللي تيجي تبداي معاها وتقول لها اعملي الاسبونج ما تقولهاش اعملي في صينيه. ليه؟ عشان الصينيه ما بتعرفش تظبط النار بتاعتها، بتهبط من النص المقادير مش عارف ايه. فتقولي لها اعملي في الصاج علشان الصاج احسن لك 1000 مره. ليه؟ بيقعد 7 دقايق وعلى اعلى نار، لا بتظبطي ولا ما بتظبطيش. انت بتدسي البتاع في قلب الفرن وتسيبيه على اعلى درجه بيعيش مع نفسه 7 دقايق ويقوم طالع. 10 دقايق بالكتير. ده حتى الفشل اللي ما بيعرفوش يعملوا بنقول لهم اعملوا ده. ليه؟ تقول لك لا انا مش هعمل كيك. ليه؟ تقول لك انا فاشله. طب يا ستي الفاشله مش انت بتقولي على نفسك فاشله؟ مع ان المفروض هي ما تقولش على نفسها كده عشان ما تحبطش نفسها. لا ماشي يا ستي مش انت فاشله طب اعملي الطريقه دي. تعملها وتطلع معاها زي الفل وتبقى مزقططه ومبسوطه وقمه السعاده اللي في الدنيا فيها. ليه؟ لانها نجحت معاها. ده في ناس ما بتشتغلش الا في الصاج، ما بتعرفش تشتغل في صواني اصلا. يعني في ناس ما بتعرفش تشتغل في صواني، تلاقي شغلها كله شغاله بالصاج. ليه؟ لانها ما بتعرفش تعمل الصواني بتفشل منها. فخلاص هي لقيت نفسها ناجحه في الصاج فبتستمر في الصاج. برافو عليها برضو، يكفي ان هي نجحت وحاولت ما استسلمتش. طب قولوا لي انا بقى على اللي انا فيه ده ايه. لما حد يجي يقول لك كده في وشك هو انت تعرفي الفشل ده؟ انت مش عارف انت بتعملي ايه؟ ده انت ابسط كلام بقى مش ملوش لازمه ان انا اقوله لكم. وبرضو الفطير ده بتاكل هي وعيالها، ده بيبيعوا، ده مش عارف ايه. بصوا كلام اقسم بجلال الله قمه قمه قمه
يعني مش عايزه اقول لكم الخنقه اللي الواحد كان فيها. وماليش نفس اسجل وماليش نفس اصور، وبكل فتره اطلع كده والله العظيم نفسي مسدوده. وجات لي فتره لما انا عييت، لما انا قلت لكم انا عيانه، بعد ما حاولت ان انا اقف على رجلي واشتغل، الدوخه يا جماعه مسكاني، ما كانتش بتسيبني نهائي، وجات لي سدت نفس مش عايزه اشتغل، ونفسيا بقيت زي الزفت. هم بقى اللي بيقعد يتكلم ويقول الكلام الفاضي اللي ملوش اي 30 لازمه ده، بيبصوا بقى للوقفه بتاعت رجلينا اللي بتبقى والله العظيم كعوبه رجلي بتبقى مولعه نار، والواحد بيقف. يعني دي حاجه عيب 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 ان احنا نتكلم فيها، عيب. ادي الصينيه التانية سبتها وهعمل دي. انا كنت هعمل 2 من الصينيه الصغيره، رحت عامله الكبيره دي اللي هي ايه المثلثات اللي انتوا عارفينها، بعملها طبقتين، وزي ما انتم هتشوفوها كده بسقيها بالسيرب ما بين كل طبقه وطبقه، انا عاملاها طبقتين بس. فيعني الواحد والله ما عارف يعمل إيه انت ما بتعرفيش الفشل، انت مش عارف ايه، يعني ده كلام؟ يعني ده مش كلام. وكمان غير الكلام اللي اتقال لي، يعني كمان الكلام اللي اتقال لي، يعني انا كنت دايما اقول ايه، بلاش ايه يا ستي حرام عليكي، لا ما تقوليش، احنا حذرناكي كذا مره ما توقعتش. والحد ده كمان يا جماعه حبيبي، يعني مش حد غريب. يعني لو قلنا حد غريب هنقول ماشي، انما ده حد حبيبي. قولوا له بالله عليكم الواحد يعمل ايه بقى؟ فالواحد مش هيقول غير الحمد لله. انتوا بقى ايه يعني، عزكم الله ما تبقوش عبط زيي، ما تدوش الامان بقى ايه لاي حد، يعني حد يبقى ثقه. لان الواحد بصراحه بقى يتخدع في الناس والله العظيم 3. يعني مش عارفه، انا مش عارفه، وبتكلم مع اصحابي وزمايلي واكلمهم يقول اصل انت هبله، اصل انت عبيطه. هي يا جماعه حسن النيه والطيبه بقت هبل وبقت عبط. فالواحد مش هيقول غير فوض امره الى الله. كل ده باظ مني وهدرت خامات، يا لهوي على البيض وعلى السكر، مش عايزه اقول لكم. بالعبيط، بالعبيط. وانتوا عارفين السكر، والله انا ما بلاقي السكر، ده انا طلعان عيني عشان الاقي السكر. واحد مش هيقول غير الحمد لله. وادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي، قولوا ربنا يحسن ما بين ايديكي، لحسن انا الدنيا بايظه معايا فوق ما تتصوروا. انا الجاتو اللي انتوا شايفينه ده، انا رجعت عملته من غير محسن نهائي، وما بقتش احط كاكاو كمان. يعني لا عملت كاكاو ولا حطيت محسن، رجعت للطريقه القديمه اللي بدات بيها، اللي هي بدون محسن وبدون حتى الكاكاو كان عادي بطلته. هنبدا بقى يا جماعه نزين من ايه، من تحت كده الفراوله زي ما انتم شايفين. معلش دوشتكم، بس والله العظيم كنت على اخر اخري قسما بالله، مش عايزه اقول لكم. يعني انا كنت مش متضايقه وبس، انا كنت قرفانه فوق الوصف. انا بعشق شغل الحلويات فوق ما تتصوروا. بيتعب لي رجلي وبيتعب لي ظهري. وبعدين انا ما قلتش ان في حاجه بتيجي بالساهل. قولي لي الناس كلها ما بتشتغل، يعني الناس كلها ما هي بتشتغل، في حد ما بيشتغلش يا جماعه؟ في ستات بيوت ما بتشتغلش، خلاص ايه المشكله؟ وفي ستات بيوت بتشتغل بس بتشتغل من جوه بيتها، بس برضه بتشتغل، وفي موظفين بينزلوا. فالناس كلها تعبانه، مفيش حد قاعد مرتاح اصلا. بصوا انا هبدا ازينها بقى من هنا كده. هعمل ال3 وردات اللي انتوا شايفينهم دول بالتيب اللي انتوا شايفينه ده على الجنب. الواحد بقى يسيبها على الله وما يضايقش نفسه. وفي مقولة كده جت قدام عيني والله العظيم، يعني الكلمة عجبتني قوي، إن مع العسر يسر. والله قريتها ياه، قلت يا سبحان الله، أنا كنت قرفانة وعلى آخري والحاجة بتبوظ مني ومش لاقية حل ومش عارف إيه. يعني جت لي الآية كده والله العظيم 3. عارفة اللي يقولك بردا وسلاما، أهي جت لي بردا وسلاما على قلبي كده لما إيه، يعني قريتها. إن مع العسر يسر فعلا، يعني هو ربنا بيفكها من عنده، وواحده واحده الواحد هيرجع زي ما كان ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديا وما بين ايديكم باذن الله. بس بالله عليكم ما تقعدوش بقى تتكلموا مع ده وتتكلموا مع ده وتقولوا وتعملوا. يعني انا لو اعرف ان هي عينيها كده، او هي بتكنلي، او انا او اي شخص كده، انا حتى ما كنتش قلت لها على القناه، ولا قلت لها على القناه، ولا كنت قلت لها انا بعمل ايه ولا ما بعملش ايه. بس هو حسن النيه الواحد بيستخدمه. بص التيب اللي تحت ده انا استخدمته اللي هو الصغنن خالص، اخد تيب اللي فوق الكبير اللي انا عملت الفواصل اللي ما بين الوردات، واللي انا عملته تحت ده بالتيب الصغير عملته فوق المربع اللي انتوا شايفينه ده. وهحط فاصل في النص برضو بالتيب اهو، فصلتها كده من النص. وهتبداي بقى تحطي الفراوله وتزيني بقى على مزاجك، عشان هي مطلوبه فراوله. قلت لها اكتب اسمه عليها ياسين، قالت لي لا مش ما فيش داعي، بس انت زينيها له كده ايه تزيين فراوله عشان هو بيعشق الفراوله. احط له مانجا، قالت لي لا ولا اي حاجه، ولا كريسبيات ولا اي حاجه. قلت لها طيب حتى ولو كريسبيات بسيطه كده، اللي هو اللولي ده الصغنن ده والقلوب والحاجات الحلوه. قالت لي طيب خلاص ماشي. قلت عشان تمشي بس ايه مع لون التورته. اوعوا تنسوا بقى رايكم
بصوا مهم جدا جدا بالنسبه لي في الكومنتات، لازم تقولوا لي ايه رايكم. لا وكمان نسيت اقول لكم صح، ده المشاهدات كمان بتاعت القناه وقعت. يعني انتوا عارفين ايه، اتغفلجت، يعني اتغفلجت على الاخر والله العظيم، خربت لما قالت يا بس. يعني الحمد لله رب العالمين، والله العظيم المشاهدات كانت الله اكبر بدات تطلع، والحمد لله رب العالمين واحده واحده بدات تشد حيلها. انا خدت الكلمتين دول من هنا ويكفوكوا الشر بقى، كله بقى. والله العظيم والله العظيم يمين احسب عليه ان انا عندي اجهزه في البيت طارت. انا عندي شفاط فوق البوتاجاز، بلت ان بيتفتح بالريموت، عامل زي الشاشه كده، وتدوسي بالريموت فيقوم مفتوح، يسحب الايه، الزيوت والدخنه والكلام ده كله، بعد ما تخلصي تقفليه بالريموت يقوم شغال. والله الريموت لا راضي يشتغل، والشفاط يفتح يقفل يفتح يقفل. عارفين اللي عليه عفريت؟ غير بقى حاجات تانية كتير لو حكيتها لكم هتقولي لا مش ممكن انت اوفر. والله العظيم زي ما بقول لكم، مش عايزه اقول لكم يعني، الواحد ما يقولش غير الحمد لله. وهي هتاخد وقتها وهتروح. في حد كان يقول لك ايه، العين يا تحير يا تطير، فعلا والله العظيم يا تحير يا تطير. ربنا يكفينا شر العين ويكفينا شر جار له عينين، واي حد ليه عين وحشه علينا. اوعوا تنسوا بقى رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم في التورته. بصوا ضروري لازم تقولوا لي، لازم تقولوا لي، فعشان خاطر ايه يعني، إيه رايكم مهم بالنسبه لي. اهو بصوا هنبدا نلمع بالايه، بالجيلي ده. الجيلي اللي انا كنت عاملاه يا جماعه، خففته بشويه ميه صغننين كده، فك وبقى جميل، وبلمع بيه. عايزه تلمعي بجل اللي هو الابيض مفيش مشكله، لمعي بيه حلو برضو مش وحش، بس انا حبيت احط الاحمر، بتديله بقى كده لمعان يا جماعه خطير، روعه. يا الله انا متعتي ان انا اقف اعمل التورت دي، متعه. بحب قوي اشتغل قوي التورت دي قوي، كاني برسم. يعني بصوا تحسوا ان انا كاني برسم. هنبدا بقى نعمل ايه اللي انتوا شايفينه دوت، اللي هو الايه الجاتوه اللي انا قلت لكم عليه. انا لو جيت اشتغلت معاكم بقى يا جماعه في التورت بطريقه الاسبونش القديم، سامحوني بقى لحد الدنيا ما تظبط معايا، لان انا الدنيا بايظه معايا فوق الوصف. ده انا حاطه الصينيتين يا مؤمنين، حاطه الصينيتين في قلب الفرن، الاتنين جنب بعض، واحده تطلع وواحده تهبط. طب حد يقول لي ده بقى الفزوره دي نحلها ازاي؟ فوازير رمضان نيلي وشريهان، قولوا لي بقى نحلها ازاي. انا مش عارفه. يعني مثلا لو حطيت دي لوحدها وهبطت هقول مثلا لعبت في الفرن، مع اني والله سايبه الفرن زي ما هو. لا ما لعبتش في الفرن ولا جيت ناحيته، ومع ذلك واحده طلعت وبقت جميله زي ما انتم شايفين، والتانيه هبط ماتت. انا قلت يا ريتني صورتها لكم في الفرن كنتوا تتفرجوا بقى عليها. يلا الحمد لله. بصوا بقى هنبدا نزين ازاي. هنجيب كيس، انا نسيت اوريه لكم ده معلش دماغي مقلوبه. قطعته كده بالورب، قطعت حته كده بالورب، وخليت بقه نازل لتحت، وبدات اخد الشكل الزجزاج اللي انتم شايفينه ده. اهو بصي، رايح جاي رايح جاي، كانك بتشخبطي بقلم، بس ايه يعني. اهو بصوا زي ما انتم ما شايفين كده، هي شارحه نفسها. وسايبه انا مكان فاضي في الجنب عشان ابدا ارصص فيه الفراوله زي ما انتم ما شايفين. هرصص معاكم اخر واحده بس اهي. اهو وهتبداي تلمعيه بقى فرشه صغنطوطه كده، تبداي تلمعيه. اهو ايه رايكم؟ اوعوا تنسوا رايكم مهم ليه. وبالله عليكم يا جماعه اعملوا اللايك، خلي الفيديوهات ترجع تترفع تاني، لاحسن الفيديوهات ماتت. دي مش ماتت، دي بتنتحر، دي بتنتحر. الحمد لله رب العالمين. يعني هي ازمه والواحد هيفوق منها باذن الله تعالى، باذن الله. تنسيش اللايك يا لوزة، وشيروا يا جماعه، شيروا عشان العيله بتاعتنا تكبر. لايك وشير وسبسكرايب، اوعوا تنسوا اشتراكاتكم مهمه جدا عشان القناه تكبر بيكم. ايه رايكم؟ ايه رايكم في الحلويات يا شويه حلويات؟ اوعي تنسي اللايك يا لوزة. ولو عايزين اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتات، انا برد عليها. واشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.